السلام عليكم. بتفكر تشتري لاب استيراد تحت 20,000 جنيه يكون مناسب معاك في شغل التصميمات والمونتاج؟ هرشح لك واحد من افضل اللابات الاستيراد الموجوده في الوقت الحالي، وهو ديل بريسيشن 7530. واللاب بيجي ببروسيسور i7 جيل 8 8850 اتش، والبروسيسور بيكون 12 كور ومعدل تردد 2 و6 والماكس تيربو سبيد 4 و3. وفي الغالب وانت بتشتري اللاب هتلاقيه جايب SSD M.2 512 ورام 16 جيجا DDR4. كارت الشاشه الموجود في النسخه اللي معانا هو نيفيديا كوادرو بي 2000 4 جيجا DDR5. وموجود من اللاب ده نسخ ثانيه لكروت الشاشه نيفيديا كوادرو بي 1000 4 جيجا ونيفيديا كوادرو بي 3200 6 جيجا، والنسخه 6 جيجا دي ما بتبقاش متوفره كتير. لو اتكلمنا عن المنافذ اللي بتيجي في اللاب ده، بيجي من ناحيه اليمين بمدخل السماعات 3.5 و2 USB 3.1، وبيجي من ناحيه الشمال ب2 USB C ثاندربولت، وبعد كده مدخل ال SD كارد ومدخل ال SC كارد. ومن ظهر اللاب بيجي بال HDMI والميني ديسبلاي بورت ومدخل الايثرنت. السماعات في اللاب موجوده في الجزء ده، وصوت السماعات تقريبا هو نفس صوت السماعات اللي موجوده في ديل بريسيشن 7520، وهنعمل تيست للصوت. وزن اللاب تقريبا هو 2.5 كيلو، تقريبا هو نفس وزن اللاب للنسخه ديل 7520. اللاب بيجي بشاشه 15.6 فول HD، وبينزل منه نسخ بشاشات 4K وشاشات تاتش. لو هنتكلم عن تصميم اللاب، فاللاب بيجي تقريبا نفس الشكل والتصميم لديل بريسيشن 7520. جسم اللاب بيجي باجزاء من المعدن واجزاء تانية من البلاستيك المقوى، مع طبقه مطاطيه موجوده في الجزء سي من اللاب، وفي ظهر الشاشه بتدي نعومه وشكل افضل لللاب. الكيبورد في اللاب بيجي بالشكل الكامل، وبيكون مساعد ومريح للناس اللي بتستخدم اللاب في الكتابه كتير. النسخه اللي معايا دي ما فيهاش كاميرا وما فيهاش بصمه، ودي حاجه عاديه علشان ما تستغربش لو بتشتري اللاب وما لقيتش فيه اي حاجه من دول. اللاب بيجي بشاحن 180 واط 9 امبير 19 فولت. اللاب بيجي بفتحات تهويه في الجزء ده من الظهر وفي اليمين ومن الشمال، وفي الجزء ده من غطا اللاب. هنشيل غطا اللاب ونقول على شويه ملاحظات. اللاب لو جالك بالبطاريه الكامله اللي بالشكل ده كده، مش هتقدر تركب في اللاب هارد HDD، والبطاريه دي تقعد معاك لحد 5 ساعات. بينزل من البطاريه نسخه تانية بتكون اقل من دي، وتقدر وقتها انك تركب هارد HDD، والبطاريه التانية تقعد معاك لحد 3 ساعات. اللاب بيكون فيه 4 سلوت للرامات، 2 موجودين تحت غطا اللاب و2 موجودين تحت الكيبورد لما بتشيل الكيبورد، وتقدر تزود الرامات لحد 64 جيجا. اللاب تقدر تركب فيه لحد 3 SSD M.2 NVMe، ودي الاماكن بتاعتهم هنا وهنا وهنا، وكل SSD منهم تقدر تركبه لحد 1 تيرا. انا ممكن الاقي حد بيقارن ما بين الديل بريسيشن 7520 وال 7530، علشان كده في الحلقه قارنت في بعض الحاجات ما بين ال 7520 وال 7530. لكن انت لو بتقارن، انت عندك هنا البروسيسور من الجيل السادس وهنا البروسيسور من الجيل الثامن، وكارت الشاشه الموجود نيفيديا كوادرو 1200 او 2200 او حتى النسخه 2 جيجا من AMD حسب النسخه اللي موجوده من كارت الشاشه وانت بتشتريه. وكارت الشاشه الموجود هنا نيفيديا كوادرو بي 1000 او 2000 او حتى بي 3200، فما ينفعش خالص انك تقارن اللاب ده باللاب ده. هتلاقي ان ال 7520 بيبدا من 10000 لنسخه كارت الشاشه ال 2 جيجا من AMD، وبيوصل لحد 13500 من نسخه كارت الشاشه ال 4 جيجا من نيفيديا. وال 7530 بيبدا من رينج 17000 لنسخه كارت الشاشه ال 4 جيجا لحد 20000 لنسخه كارت الشاشه 6 جيجا اللي بتكون مش متوفره كتير. علشان كده بقول لك ما ينفعش انك تقارن ما بين اللاب ده واللاب ده، بس لازم تعرف ان فرق الفلوس اللي هتدفعه علشان تشتري النسخه ال 7530 ده هيدي لك اداء اعلى في كارت الشاشه وجيل اعلى من البروسيسور. ونقدر نقول ان اللاب ده هو لاب الاداء والقوه، واكتر لاب مناسب للمهندسين في الفئه السعريه دي. ولو انت فعلا عايز تقارن ما بين اللاب ده ولاب تاني، قارن ما بينه وما بين النسخه HP ZBook G5 اللي تقريبا هما الاثنين زي بعض لو انت بتقارن بنفس المواصفات. وحريه الاختيار ترجع لك انت، تشتري HP ZBook G5 ولا تشتري ديل بريسيشن 7530. ولو انا اللي بقارن علشان اشتري لنفسي، هشتري ديل بريسيشن 7530. اتمنى الحلقه تكون عجبتك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. ولو عندك اي سؤال ممكن تسيبه في التعليقات، او ممكن تسال على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن.